مساء الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض رز بسمتي مبهر وبانيه وبطاطس محمره. الفيديو سهل وسريع وشارح نفسه. وتعالوا النهارده نتطرق لموضوع من الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض وبندردش فيها مع بعض، والنصايح اللي بنفكر نفسنا بيها. والموضوع النهارده يا حلوين عن موضوع الاصحاب، اصدقاء اولادنا. لازم احنا كأم او كأب نصاحب، نتكلم ونتعرف على اصدقاء اولادنا. لازم نعرف دماغهم بتفكر في ايه، ولازم نعرف دماغهم وهل نفس دماغ اولادنا ولا لا. هل البيئة بتاعتهم نفس البيئة بتاعتنا اللي مطلعين فيها اولادنا ولا لا. وانا مش بتكلم على المستوى المادي، لان ياما المستويات المادية بتكون مختلفة، لكن الطفل نفسه أو الصديق نفسه بمعنى أصح بيكون النبتة بتاعته طيبة وكويسة، شاطر، متفوق، متدين، دماغه حلوة، دماغه كبيرة. فده حد هينفع ابني أو هينفع بنتي ان هو يكون صديق ليه، لان هو دايما هيشده لطريق المذاكرة، هيشده لطريق كويس، لطريق محترم. البيئة اللي انا بتكلم عنها البيئة اللي هي التفكير، المستوى التفكيري والتربوي بتاع الصديق بتاع بنتي او بتاع ابني. لازم المستوى التربوي يكون قريب من بعض او يكون شبه بعض. لازم اتكلم كويس جدا مع صديق ابني او مع صديقة بنتي، وادخل معاها في موضوعات عامة فاعرف منها دماغها رايحة لايه او بتفكر في ايه. الام او الاب او التربية مش بس ان احنا نصاحب ولادنا، ومش بس ان احنا نسمع لولادنا، لا، احنا لازم كمان نتشارك في المحيط الخاص باولادنا، من اصدقاء، من حياة، من افكار، من تكنولوجيا. لازم على قد ما نقدر كأم أو كأب إن إحنا نبقى محاوطين ابننا أو بنتنا بطريقة مش تخنقهم، بس بطريقة نبقى ملمين بيها على قد ما نقدر. كل حاجة في حياتهم بتتكلم عن إيه، بتقول إيه، مين أصحابهم دول تفكيرهم إيه، حياتهم إيه، ميولهم إيه، أفكارهم إيه. القصة مش إن أنا ربيت بنتي أو أنا ربيت ابني كويس جدا فخلاص أنا مش قلقان. لا، بالعكس، الصاحب ساحب، والجملة دي مهمة جدا. الصاحب ساحب. تأثير الصديق على الابن أو على البنت بيكون أعلى بكتير من تأثير الأم والأب على أولادهم. أنا نصحت بنتي أو ابني، وجهتهم وربيتهم وعلمتهم، بس جاء صاحبي اللي قريب من سني، اللي دماغه قريبة من دماغي، وقال لي لا، تعالى نعمل كذا بدل كذا. هم في الأول وفي الآخر مهما كبروا هم لسه أطفال بالنسبة لنا، بيتعلموا في الدنيا. ربنا يحمي ولادكم جميعا، وربنا ينجح أولادكم جميعا. والكل طلبة الثانوية العامة ربنا معاكم وربنا يوفقكم. ومهما كانت النتيجة اوعوا تزعلوا، لأن أكيد ربنا شايل لكم الأحسن. ومهما كان الطموح اللي انتوا بتحلموا بيه لو ما جاش هو، اوعوا تزعلوا واوعوا تيأسوا، لان اكيد صدقوني ربنا شايل الاحسن بكتير جدا، وهيجي عليكم اليوم اللي تقولوا فيه الحمد لله. فاوعوا تزعلوا من اي نتيجة، وبالتوفيق ان شاء الله ليكم جميعا، وبالنجاح والتفوق. وبكده الفيديو بتاعنا بيكون خلص يا حلوين. اشوفكم في فيديو جديد على خير، وما تنسوش اللايك والشير، وادعوا لي من قلبكم بالخير. سلام.